السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بريبوان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنحل مع بعض تقييمات الاسبوع الاول في مادة الساينس سكند تيرم 2026. خلينا نبدأ ونشوف الاسئلة بتاعتنا. خلينا نبتدي بأسئلة الاداء الصفي والمنزلي ونشوف الاسئلة عبارة عن ايه. طيب خلينا نشوف يونت 1 بيتكلم طبعا على الكيميكال سبستانس، الميتالز والنون ميتالز. خلينا نبدا باسئله الكلاس بيرفورمانس. طيب هنا مديني اللي هو المودرن بريودك تيبل، مديني الجدول الدوري الحديث، تمام، ومديني الاليمنتس العناصر اللي موجوده فيه. طيب وانا عارفه ان انا عندي 4 انواع من الاليمنتس، يا اما ميتالز فلزات، يا اما نون ميتالز لا فلزات، يا اما ميتالويد اشباه فلزات، يا اما انرت جازز غازات خامله. طبعا هو مديني الوان الوان لكل نوع معين من الاليمنت. يعني الميتالز مديهم لون، والنون ميتالز مديهم لون، والميتالويد مديهم لون، والانرت جازز مديهم لون. تمام. يبقى هو مديني جزء من الايه، من المودرن بريودك تيبل، او مديني المودرن بريودك تيبل. طيب خلينا نشوف الاسئله بتاعتنا عباره عن ايه. طيب question number 1 هنا بقول لي ايه؟ The number of known element is space and they are classified into 4 types from left side of periodic table to right side. اولا عدد النون element، عدد العناصر اللي معروفه 118 118 عنصر. طيب حسب بقى الالوان اللي مديها لي في الجدول، حسب الالوان اللي مديها لي في الجدول، الميتالز الفلزات النمبر بتاعهم كام؟ 92 element، يبقى الميتالز 92. طيب والميتالويد اشباه الفلزات 6 اللي هم البورون والسيليكون والجرمانيوم والتليريوم، تمام كده، دول 6 element. طيب النون ميتالز اللافلزات 12 تمام، النون ميتالز 12. والنوبل جازز الغازات الخامله اللي هم 7 يا ولاد، حسب الالوان اللي هو مديها لي في الجدول. طيب بعد كده بقول لي افتر ستادينج، بعد ما درسنا الميتالز والنون ميتالز ممكن نعمل كومبير، نقارن ما بين الميتالز والنون ميتالز. اول حاجه النمبر اوف الكترون في الاوتر موست انرجي ليفل. طالما ميتالز، طالما فلزات، يبقى النمبر اوف الكترون less than 4، اقل من 4، 1 or 2 or 3. طيب النون ميتالز، معذرة الميتال اقل من 4، الميتالز 1 or 2 or 3 يعني less than 4، لكن النون ميتالز more than 4 اكتر من 4، 5 or 6 or 7، 5 or 6 or 7. طيب بالنسبه للفيزيكال ستيت، الحاله الفيزيائيه، كل الميتالز سوليد اكسبت الميركوري، كلهم سوليد ما عدا الميركوري. طيب بالنسبه بقى للنون ميتالز، النون ميتالز سوليد وجاز، لكن واحد فقط هو اللي ليكويد اللي هو البرومين. طيب بالنسبه لللاستر والتشايني، مين بيلمع؟ اكيد اللي عندهم ميتاليك لاستر هم الميتالز، لكن النون ميتالز اوبيك يعني عناصر معتمه. طيب بالنسبه للهامرنج اند شيب، هامرنج يعني لو ضربت عليهم بمطرقه. اول حاجه الميتالز هارد اليمنت، عناصر صلبه ما بتغيرش شكلها، ما بيحصلهاش بريك داون. لكن النون ميتالز عناصر بريتل يعني هشه، هتتفتت وتتكسر. طيب بالنسبه للالكتريك كوندكتيفيتي، التوصيل الكهربي، الميتالز كلهم جود الكتريك كوندكتور، لكن النون ميتال باد اكسبت الكربون او الجرافايت، هو الوحيد اللي بيوصل كهرباء كويس بالرغم ان هو نون ميتالز، عشان كده انا بستخدمه في صناعه الدراي سيل. طيب بالنسبه للثيرمال كوندكتيفيتي، التوصيل للحراره، الميتالز كلهم جود ثيرمال كوندكتور، لكن النون ميتالز باد ثيرمال كوندكتور. طيب بالنسبه للميلتنج بوينت، مين عندهم هاي ميلتنج بوينت؟ طبعا الميتالز كلهم عندهم هاي ميلتنج بوينت، ما عدا واحد كانت الميلتنج بوينت بتاعته قليله. مين هو بقى بالرغم ان هو ميتالز بس الميلتنج بتاعه قليل؟ الصوديوم. تمام. طب النون ميتالز كلهم لو ميلتنج بوينت، درجه انصهارهم منخفضه. طيب بالنسبه للاكزامبل بقى، عندك الصوديوم والبوتاسيوم والليثيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، دول كلهم ميتالز. عندك بقى النون ميتالز، كربون يعني سلفر، الكبريت، الاكسجين والنيتروجين، فلورين، كلورين، برومين، اي حاجه من دول. تمام. طيب خلينا نكمل. بعد كده بيقول لي الميتاليك بوند، انت خدت حاجه اسمها الميتاليك بوند، ودي عباره عن بوند بتربط الاتوم اوف ميتال، بتربط ذرات الميتالز، ودي اللي مسؤوله عن الهاردنس، صلابه الميتالز، والهاي ميلتنج بوينت، وارتفاع درجه انصهاره. تمام. طيب وقلت هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن اتراكشن، تجاذب ما بين مين؟ كاتيون يعني بوزيتيف ايون، وانيون اللي هي حاجه سالب وحاجه موجب. تمام كده؟ تمام. طيب وقال لي ايه اللي بيزودها وايه اللي بيزود يعني ايه اللي بيزود قوه الميتال بوند؟ قال لي كل ما تزيد الفالنسي الكترون، الكترونات التكافؤ، كل ما يزيد عندي الميلتنج بوينت والهاردنس. تمام. يبقى الميتاليك بوند او بتنشا نتيجه ايه؟ ريزلت فروم ايه؟ الفورس اوف اتراكشن، قوه التجاذب ما بين مين؟ الكاتيون، تمام، والانيون اللي بنقول عليه الالكترون. طيب هنا مديني الصوديوم صوديوم، مغنيسيوم، الومنيوم. تمام. اولا الصوديوم
الصوديوم يا ولاد اللي هو عنده 1 الكترون في الاوتر موست، يعني عنده في مستوى الطاقه الاخير الكترون واحد. يبقى الصوديوم عنده الكترون واحد في مستوى الطاقه الاخير، يعني الصوديوم ده الفالنسي الكترون عدد الكترونات تكافؤ واحد. لكن المغنيسيوم عنده اتنين لانه هو فاقد اتنين، والالومنيوم عنده تلاته. يبقى مين اكتر واحد عنده فالنسي الكترون؟ الالومنيوم. ويبقى طالما انا عندي فالنسي الكترون كتير، الكترونات تكافؤ كتير، يعني في الاوتر موست عندي كتير، يبقى انا مور هارد يعني اكثر صلابه، وكمان الميلتنج بوينت بتاعتي عاليه. طيب نيجي بقى للاسئله بتاعتي اللي مديها. هنا بيقول لي ذا ميتاليك بوند از ريسبونسبل فور سبيس ميتال اند هاي سبيس اوف ات. طب اولا الميتاليك بوند مسؤول عن الهاردنس صلابه الفلز، وكمان الهاي ميلتنج بوينت. طيب السترينث اوف ذا بوند از بروبورشنال تو بوث ديجري اوف سبيس اند ديجري اوف سبيس. قوه الرابطه تتناسب تناسب طردي مع ايه؟ مع الهاردنس، مع الصلابه والميلتنج. يعني كل ما الرابطه تبقى قويه كل ما يزيد الهاردنس، كل ما يزيد الهاي ميلتنج بوينت، الميلتنج بوينت تزيد. طيب نمبر 3 when the above metal are arranged in descent order according to their degree of hardness and degree of melting. لو هنرتب الميتالز دول اللي هم الصوديوم والمغنيسيوم والالومنيوم حسب الهاردنس الصلابه والهاي ميلتنج بوينت من الكبير للصغير، descend يعني الترتيب تنازلي، يبقى طبعا الالومنيوم اكتر واحد، وبعد كده المغنيسيوم، وبعد كده الصوديوم. طيب بعد كده بقول لي الالوي. انت خدت ان كلمه الوي يعني سبيكه، يعني انت بتجيب تو ميتالز فلزين او اكتر، بتعمل لهم ميلتنج، بتعمل لهم انصهار، وبعد كده بتعمل لهم ميكس، بتخلطهم فبقوا ميكتشر بقوا خليط او مخلوط زي ما بنقول كده. طيب انت بتعمل ليه الوي؟ لان اصلا البيور ميتالز بتبقى سوفت، الفلزات النقيه بتبقى طريه ما بقدرش اشكلها، فلازما ازود عليها ميتال تاني عشان تبقى هارد. تمام، فبعمل الالوي السبيكه. يبقى هيومن يوجوالي يوز الوي ان اندستري. ليه الانسان بيستخدم الالوي؟ طيب هنا بقول لي ان الالوي عباره عن ميكتشر، عباره عن خليط most of which can't be expressed. ما ينفعش اعبر عنها بايه؟ بموليكولار فورمولا. يعني دايما الالوي السبيكه ملهاش صيغه. يعني مثلا انا لما بقول لك ان الميه رمزها H2O، مش احنا بنقول ان الووتر رمزها H2O؟ طيب الميه دي ليها موليكولار فورمولا، ليها صيغه جزيئيه، لان الووتر كومباوند مركب. لكن السبيكه تعتبر ميكتشر مخلوط، فبالتالي ملهاش صيغه. تمام. طيب هنا بقول لي البيور ميتال ار سبيس وايل الوي ار سبيس. البيور ميتال سوفت، المعادن النقيه طريه، لكن الالوي بتبقى هارد. وان اوف ذا موست فيمس الوي، من اشهر الالوي السبائك البرونز الوي. طيب ودي عباره عن ايه؟ تن قصدير بنسبه 5% 5%، وكبر بنسبه كام يا اولاد؟ بنسبه 50 95% يعني 95%. طيب البرونز الوي از يوزد ان ذا مانيفاكتشر اوف. سبيكه البرونز بنستخدمها في صناعه الايه؟ الميدالز الميداليات، الستيتيو التماثيل، والجوالري اللي هي المجوهرات. تمام. طيب ليه احنا بنستخدمها في الحاجات دي كلها؟ اولا عشان هي هارد صلبه، وكمان ريزيست راستنج بتقاوم الصدى، يعني ما بتصديش. تمام. طيب بعد كده بيقول لي ريسايكلينج. انت خدت حاجه اسمها ريسايكلينج اوف ميتال، اعاده تدوير المعادن او الفلزات. هو انت ليه بتعمل ريسايكلينج؟ يعني بحول الويست الفضلات لمواد يوسفل، مواد نافعه ينفع استخدمها من تاني. تمام. طيب يبقى كلمه ريسايكلينج ريفير تو كونفرجن، هنحول الميتالز اللي هي الويست into new material suitable for usage، صالحه للاستخدام او للاندستري للصناعه. طيب من اشهر الميتالز اللي بنعمل لهم ريسايكلينج الايرن الحديد، كبر، الالومنيوم. طيب ليه انت بتعمل ريسايكلينج؟ اول حاجه الكوست، التكلفه بتاعت الريسايكل بتبقى لو منخفضه مقارنه بالاكستراكشن. يعني لو انا بقول لك اعمل اعاده تدوير ولا استخرجها من باطن الارض، هتقولي لا الريسايكلينج لان الكوست قليله. تاني حاجه الميتالز عموما بتبقى ليميتد اماونت، كميتها محدوده في الارض، في الكراست، في القشره الارضيه، مع الوقت ممكن تخلص. وكمان الاكستراكشن استخراجهم من باطن الارض ممكن يعمل بوليوشن، يسبب لي تلوث. طيب بعد كده بقول لي باي يوزنج يور سكول بوك، باستخدام الكتاب المدرسي. شايفين الديفينيشن؟ عرف بقى مين هم الميتالز. الميتالز they are element their outermost contain less than 4 electron. يبقى الميتال عندهم في الاوتر موست اقل من 4 الكترونات، 1 or 2 or 3. لكن النون ميتال they are element which is their outermost contain more than 4، اكتر من 4، اللي هي 5 او 6 او 7، 5 or 6 or 7. طيب مين هي الايونيك بوند؟ الايونيك بوند عباره عن الكتروستاتيك اتراكشن، الكتروستاتيك اتراكشن تجاذب كهربي ما بين كاتيون وانيون، ما بين كاتيون وانيون اللي هي البوزيتيف ايون والنيجاتيف الكترون فالنسي، والكترونات التكافؤ السالبه. طيب مين هي الالوي السبيكه؟ السبيكه ميكتشر. طيب خليط من ايه يا ولاد؟ من 2 اور مور مولتن ميتال، 2 اور مور مولتن ميتال. انا كاتباها فوق، يعني احنا كاتبين الالوي فوق فوق خالص اهي.
ده تعريف الالوي، عباره عن ميكتشر، خليط من 2 اور مور مولتن ميتال، يعني هتجيب 2 ميتالز ونعمل لهم ميلتنج وبعد كده نعمل لهم ميكس. طيب ايه هو الريسايكلينج؟ الريسايكلينج عمليه الكونفرت، هنحول الويست انتو يوسفول سبستانس، لمواد صالحه للاستخدام. تمام كده؟ تمام. طيب بعد كده خلينا نشوف اسئله الهوم وورك، اسئله اللي هو الواجب المنزلي. طيب هنا بيقول لي كروس اوت ذا اود وورد، اختار الكلمه المختلفه، زين رايت وات كونكت ذا ريست، يعني قول لي ايه اللي بيربط الباقي. طيب عندي جولد، سيلفر، برومين، ميركوري. جولد، سيلفر، برومين، ميركوري، هنختار طبعا البرومين لان الباقيين ميتالز فلزات. طيب نمبر 2 فوسفورس، برومين، ميركوري، سلفر، طبعا هنختار الميركوري لان الباقيين كلهم نون ميتالز لا فلزات. طيب عندي نمبر 3 جرافايت، برومين، فوسفورس، سلفر، هنختار طبعا الجرافايت لان الباقيين كلهم نون ميتال باد الكتريك كوندكتور، ما بتوصلش كهرباء، لكن الجرافايت بالرغم ان هو نون ميتال بس جود الكتريك كوندكتور بيوصل كهرباء، يبقى الباقيين باد الكتريك كوندكتور. طيب نمبر 4 ايودين، سلفر، كربون، هيدروجين. تمام. طيب ممكن تختار مين؟ احنا طبعا هنا هنختار الهيدروجين لان الباقيين كلهم سوليد نون ميتال، الباقيين كلهم لا فلزات صلبه، لكن الهيدروجين جاز. طيب نمبر 5 برونز، كلورين، كبر، تن. برونز وكلورين، كبر، تن، هنختار طبعا الكلورين لان الباقيين الكبر والتن داخلين في تصنيع البرونز. تمام. طيب بعد كده بيقول لي جيف ريزون، يعني قول لي السبب. نمبر 1 كالسيوم Ca20 is a metal while كلورين 17 is a non metal. اولا الكالسيوم لما هاجي اعمل له الكترونيك كونفيجريشن، توزيع الكتروني 2 8 8 2، تمام، يعني عنده كام الكترون في الاوتر موست؟ عنده 2، يعني ليس ذان 4، اذا هو ميتال. يبقى لما يقول لي ليه الكالسيوم ميتال هنقول له بيكوز ذير اوتر موست، لان الاوتر موست بتاعه فيه 2 الكترون، يعني ليس ذان 4 اقل من 4. طيب تعالى للكلورين، الكلورين Cl17 17، تعالى نوزعه 2 8 7، بصيت للاوتر موست لقيته فيه كام؟ 7 7، يعني مور ذان 4 اكتر من 4، يبقى اذا هو نون ميتالز. خلاص. طيب بعد كده بيقول لي كربون is used in manufacture of dry column even though it not a metal. ليه الكربون اللي بنقول عليه الجرافايت بستخدمه في صناعه الدراي سيل اللي هي العمود اللي هي حجر البطاريه؟ ليه الكربون بستخدمه عشان اصنع البطاريات؟ لانه جود الكتريك كوندكتور، جود الكتريك كوندكتور، جود الكتريك كوندكتور، جود الكتريك كوندكتور، تمام، لانه جيد التوصيل للكهرباء. طيب نمبر 3 الكالسيوم از هاردر ذان الصوديوم. طيب ليه الكالسيوم اكثر صلابه من الصوديوم؟ اولا حته الهاردنس، الصلابه بتعتمد على الفالنسي الكترون، عدد الكترونات التكافؤ اللي موجوده في الاوتر موست. احنا كنا لسه موزعين الكالسيوم كان 2 8 8 2، يعني الاوتر موست بتاعه فيه كام الكترون؟ 2. تعالى بقى نوزع الصوديوم 2 8 1. مين عنده فالنسي الكترون اكتر؟ مين عنده الكترونات تكافؤ اكتر؟ طبعا الكالسيوم، يبقى اللي عنده مور فالنسي الكترون يبقى مور هاردنس. يبقى لما يقول لي ليه الكالسيوم اكثر هاردنس اكثر صلابه من الصوديوم، هنقول because the number of الفالنسي الكترون in calcium is more than صوديوم، لان الفالنسي الكترون في الكالسيوم اكبر من الصوديوم، تمام، فبالتالي هو اكثر هاردنس صلابه. طيب بعد كده بيقول البرونز الوي used in manufacture of medals instead of copper. ليه بنستخدم في صناعة الميدالز الميداليات اللي هي البرونز سبيكة البرونز بدلا من الكبر لوحده؟ هنقول because it hard، أول حاجة عشان هي صلبة، وكمان resist rusting يعني بتقاوم الصدى، يبقى because bronze alloy is resist rusting بتقاوم الصدى، وكمان hard يعني صلبة. طيب بعد كده بيقول لي وات از ذا بينيفيت اوف ريسايكلينج، احنا لسه حالينها من شويه فايده الريسايكلينج، تعالى نرجع لها من تاني. دي فايده الريسايكلينج، اول حاجه بتبقى لو كوست كومبيرد تو اكستراكشن، يعني تكلفتها قليله، يبقى اول حاجه لو كوست. تاني حاجه الميتالز بتبقى ليميتد اماونت، كميتها محدوده في الارث كراست. وتالت حاجه الاكستراكشن ممكن يعمل بوليوشن، يبقى دي البينيفيتس اوف ريسايكلينج، فايده اعاده التدوير. تمام كده، يبقى احنا خدنا البينيفيتس اوف ريسايكلينج. تمام. طيب نمبر 4 تو elements، عندي تو element A and B their melting point درجة انصهارهم 100. طيب الأولاني درجة انصهاره 1538، والتاني 115.21 سي، يعني واحد درجة انصهاره 1538 والتاني اللي هو بي درجة انصهاره الميلتنج بتاعه 115.21. طيب what is type of this، يعني أنواعهم إيه؟ أول حاجة A ده عشان الميلتنج بوينت درجة الانصهار بتاعته عالية، يبقى ايه ده؟ ميتالز، يبقى ايه؟ ميتالز، تمام. طيب وبي، بي عشان الميلتنج بتاعته قليلة يبقى نون ميتالز،
يبقى ايه ميتالز لانه هاي ميلتنج بوينت، لكن بي نون ميتالز لانه لو ميلتنج بوينت. اللي عنده ميلتنج بوينت عالي يبقى ميتالز، واللي ما عندوش يبقى نون ميتالز. طيب which one is good conductor of electricity؟ طبعا ايه هو اللي جود الكتريك كوندكتور، لان الميتالز عموما جود الكتريك كوندكتور. طيب which one can be hammered and drawn؟ مين فيهم تضرب عليه بالمطرقه يتكسر؟ طبعا بي، لان البي نون ميتالز، والنون ميتالز بريتل اليمنت. بريتل اليمنت يعني عناصر هشه بتتفتت. تمام. طيب بعد كده بيقول لي what happen in the following cases؟ ايه اللي هيحصل في الحالات دي؟ hammering a piece of graphite. يعني ايه بقى hammering؟ يعني جبت شاكوش وضربت على قطعه من الجرافايت. هو مين الجرافايت؟ الكربون، الفحم. يعني لو جبت شاكوش وضربت عليه على طول هيحصل له ايه يا ولاد؟ هيحصل له بريك داون، هيتكسر لانه بريتل. بريتل يعني عنصر هش، لانه هو نون ميتالز. يبقى اول حاجه لو جبت هامر وضربت على الجرافايت هيحصل له بريك داون. بريك داون يعني هيتفتت ويتكسر لانه بريتل عنصر هش. طيب وات هابن ايه اللي هيحصل لو حصل انكريز في النمبر اوف الفالنسي الكترون ان ميتالز اتوم ريلاتيف تو ميتاليك بوند؟ يعني ايه اللي هيحصل لو زودت الفالنسي الكترون، الكترونات التكافؤ بالنسبه للميتاليك بوند، للرابطه الفلزيه؟ اولا السترينث يعني قوه الرابطه هتزيد. السترينث اوف الميتاليك بوند انكريز، سترينث اوف ميتاليك بوند انكريز، سترينث اوف ميتاليك بوند انكريز، قوه الرابطه هتزيد. تمام. طيب بعد كده بيقول لي وات هابن اف، ماذا يحدث اذا عملت ميكسنج، خلطت مولتن جولد اند مولتن كوبر، خلطت مصهور ذهب مع مصهور نحاس. يبقى الوي في سبيكه هتتكون اسمها ايه بقى؟ الجولد كوبر الوي. يبقى جولد كوبر الوي فورميشن، جولد كوبر الوي فورميشن، سبيكه الذهب والنحاس، جولد كوبر الوي فورميشن.